اش كاين في الرباط. واليوم جبتكم بلاصه جديده واللي هي دار الكرم لاله فاطمه. دار الكرم لاله فاطمه واللي كتواجد داخل قصبة أوداية وبالضبط في زنقة الغماغمي. بالنسبه للدار عندها ازيد من 80 سنه وهي دار مولاي احمد العلوي ورحمه الصنهاجي. اما صاحبه فكره هذا المشروع فهي العلوي فاطمه رحمهم الله. اثناء الدخول ديالي للدار لاحظت اهم حاجه واللي هو ان الدار بقات محافظه على الرونق ديالها القديم وهو اللي عاطيها جماليه اكثر، بالاضافه ان فيها كليسه بلديه زوينه وفيها بعض الاثاث اللي قديم. اما الاطلاله فساحره جدا لان هنا غتلقى واحد المنظر بانورامي رائع. بالنسبه للمكان ايضا ففيه بعض الكتب اللي قيمه وفيه واحد الجليسات اللي زوينين. دابا نخرجكم لاطيراس. بالنسبه للاطيراس من هنا تقدروا تشوفوا اهم المعالم والاماكن السياحيه اللي في مدينه الرباط وايضا حتى البحر والمارينا ديال سلا. نزيدكم الدار فيها حتى السطح ديالها كيجمع ما بين الاصاله والمعاصره، حيت هنا كاينين جوج ديال الجليسات. الجلسه الاولى فجلسه بلديه يعني جلسه مغربيه، اما الجلسه الثانيه فجلسه عاديه بحال ديال جميع القهاوي كرساسه وطابلات. داكشي علاش قلت لكم يجمع ما بين الاصاله والمعاصره. بالنسبه في الكونسوماسيون فالاثمنه عاديه، وهنا كاين الفطورات، بيتي الغداء، بيتي اي حاجه تشهيتيها ولا بيتي تاخذي قهوه ولا تشرب غير اتاي. بالنسبه للفطور عندهم فصراحه الثمن ديالو مناسب وزوين. وحتى هنا كيتسالى الفيديو ديالنا، نشوفوا في بلاصه اخرى مع فيديو اخر في اش كاين في الرباط.